اشهر انواع السمك اللي احنا بناكلها في مصر ومعروفه عندنا البلطي طبعا، لان ده سمك ميه حلو وموجود له مزارع كتيره جدا. والسمك البلطي ده ممكن يتعمل صينيه، ممكن يتعمل مقلي، ممكن الاحجام الكبيره منه بيخلوها وبيبقى له فيليه، بيبقى حلو قوي الفيليه برده وسهل وسعره يعني اقتصادي جدا. من اشهر انواع السمك البوري، والسمك البوري دوت بيتعمل صينيه صحيح او يتعمل سنجاري، بيبقى حلو جدا. ما يفضلش انه يتقلي، هو بيبقى حلو في صينيه او حلو كمشوي سنجاري او مشوي رده طبعا. وان كنت انا شخصيا افضل ان احنا المشوي الرده ده نجيبه جاهز، لان الشوي بالرده بيبهدل برضو البيت وبيعمل ريحه وحشه في البيت مش حلوه يعني. من اكتر الانواع برضو الاسماك البحريه اللي مشهوره جدا الدنيس واللوت، كل دول بيبقوا حلوين جدا لما يتعملوا صينيه كبيره جدا، خصوصا الاحجام الكبيره منهم بتتعمل صينيه في الفرن وحواليها الخضار البطاطس والفلفل والجزر وترنشات الليمون، تبقى شكلها حلو حتى في العزومات. من الحاجات اللي بتتقدم في العزومه تبقى شكلها جميل جدا. انواع الفيليه التانية موجوده كتير قوي، في عندنا قشر بياض مثلا. قشر البياض دوت من الفيليهات اللي موجوده كتير، بتتباع في كل الاماكن وبتبقى حلوه جدا مقليه، او بتبقى حلوه برضو في الطواجن. بنعمل طواجن برضو صبيت مع سمك مع جمبري. في طرق كتيره للسمك، والسمك ده اكل صحي وخفيف، وللناس اللي عندها مشاكل مثلا في الهضم السمك من اكتر الحاجات المريحه لهم في الاكل.